مفيش جوع بيمرض، بس في اكل بيمرض. تقولي مزعلكوا، بتقولوا ان احنا بعد كام سنة هنعاني من مشاكل كتيرة بسبب نظام الطيبات. طب ما تسيبونا نجرب، ما احنا بقالنا العمر كله بناكل بنظامكم وادينا بنحصد في امراضنا. طب ما تسيبونا نجرب ويمكن اللي جاي يبقى مختلف. منعنا فراخ، ما انتوا طلعتوا دلوقتي قلتوا الهياكل والرجول والراس كلها سموم. مش الهياكل دي والرجول دي كان كلها صحة؟ ده انتوا خليتونا ناكل الرجول. منعنا دقيق ابيض، ده شيء يزعلكوا. خلاص بدل ما تخلوه دقيق ابيض زي ما هو خلوه حبة كاملة وانزلوا ودوه المخابز. صدقونا مش هناكل كميات كبيرة لان هنحس باشباع. الدقيق الابيض بيحسسنا بجوع، الدقيق الكامل بيحسسنا باشباع، فمش هنكتر فيه. انتوا بتعملوا كده عشان تكفونا، بس لو اكلتونا اكل صحي صدقونا هتكفونا بزيادة، لان احنا مش هناكل كتير. جربنا ان احنا نكون شبعانين، وكل اللي جرب الطيبات هيقول الكلمة دي: شبعنا، مش حاسس بجوع يا وديع. ده شيء يزعلكوا. خلونا نحصد على الاقل شوية الفيتامينات اللي هتنقص مننا هنعرف نعالجها. انما الامراض التانية اللي السكر والضغط والسرطان والكبد والكلى دي ما بتتلحقش بسهولة. خلونا نلحق العيال الصغيرة جايز. الله يرحمك يا دكتور.